البنكرياس بتاعنا بكل بساطه بيفرز هرمونات وانزيمات بتساعد في العمليه الهضميه، وكمان هرمونات زي الانسولين والجلوكاجون. هرمون الانسولين ده وهو اللي بيساعد في دخول المغذيات جوه الخلايا. مرضى السكر من النوع الثاني بقى بيحصل لهم حاجه اسمها مقاومه انسولين، اللي هي الانسولين ريزيستنس، ودي بكل بساطه الخلايا بتكون غير متقبله للانسولين ان هو يخش يفتح باب الخليه عشان المغذيات تخش جوه وجسمك يستفيد. فعشان كده تلاقيه على طول جعان وعنده كريفنج وعايز ياكل حاجات فيها سكر، لان مهما كان سكر الدم كان عالي فهو لسه ستيل عالي، مش عايز يخش جوه الخلايا، فهعمل ايه؟ تاكل سكر تاني، فيفضل يحصل تراكم في سكر الدم، والانسولين برضه يفضل ان هو يتراكم ويزيد. وجدوا بقى ان الكروميوم لما بيتاخد لمرضى السكر من النوع الثاني بيبدا يعمل عمليه تعزيز نشاط للانسولين، فبيخلي موضوع الانسولين ريزيستنس ده ان هو يقل، فالانسولين يشتغل احسن، فيخش يعرف يشتغل ويفتح باب الخليه ويدخل لها المغذيات. مش كده وبس، ده له نتائج مذهله في عمليه نقصان الوزن، وكمان بيساعد في عمليه النمو العضلي خصوصا لو انت بتتمرن. فمن الاخر الكروميوم هو بيساعد في عمليه نزول الدهون وزياده العضلات، وكمان تعزيز نشاط الانسولين. وده ممكن تجيبه من الصيدليه او تجيبه من موقع موثوق زي ايفيت، وتاخد اعلى خصم لما تستخدم برومو كود سيماجت 5. سلام.